طب يا دكتور، يعني حضرتك ركزت في الكتاب على الشباب العربي والمصري، ولكن في برضه نقطة مهمة زي ما انا بقول لحضرتك، ان الفيسبوك موجود في الغرب والدول الأوروبية بقاله زمان جدا، غيره من مواقع الدردشة زي البالتوك والسكاي بي والياهو ماسنجر والام اس ان. ليه اشمعنى لما اول حاجه ما بتدخل عندنا احنا بنستخدمها بطريقه مختلفه؟ يعني ليه الانترنت بنلاقي الشاب في اوروبا، ويعني الكلام ده طبعا معروف، بيستخدم الانترنت بشكل مختلف، يعني حتى لو قاعد بيعمل شاتنج، ولكن عنده استخدامات، يعني عنده رؤيه. انما عندنا هنا شاب بيقعد على الشاتنج بس، ما بيعملش حاجه غير الشاتنج. الولد يكلم بنت، بنت تكلم ولد بس. يعني لو ولد بيكلم ولد ممكن ما ينفعش، عيب يعني. ليه الكلام ده؟ خليني اقول لك كذا نقطه. اول نقطه، الفيسبوك عالميا ظهر سنه 2004 نعم. وابتدى الناس تهتم بيه من 2006. تاني نقطه، احنا كعرب استغللنا التكنولوجيا اسوأ استغلال. عملنا ايه بالبلوتوث؟ بعتنا بيه فيروسات. عملنا ايه بكاميرات الموبايل؟ صورنا بنات مش المفروض نصورهم. نعم. الفيسبوك ظهر الامراض الاجتماعيه اللي عندنا. يعني كشف الاسره المصريه والعربيه، كشف ان في هو وفراغ كبير قوي بين الاب والام والاولاد. نعم. وكشف ان في جهل تكنولوجي في البيت المصري والعربي. فهو يعني بعتبر ان هو على قد ما هو كشف كده، على قد ما هو يعني حاجه مفيده ان احنا نفهم يا اهالي انكم ما ينفعش تبقوا بعاد لهذه جميل. الدرجه. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني وبعدين الشاب، ما هو برضه ساعات الشاب بيعمل شات مع فتاه وتكون مش فتاه. دي برضه من ضمن المساوئ، ان في ناس بينتحلوا شخصيه بنات. نعم. وناس بينتحلوا شخصيه فنانين. نعم. طب يعني في خطوره. انت لما تيجي تعمل شات، اولا ما تخلي بالك، ثانيا ما تديش. يعني في ناس برضه في منتهى السهوله، ازيك عامله ايه، نمرتي كذا. نعم. ازاي يعني وبعدين كان عندنا دايما مشكله في العالم العربي، هي التعرف الى الجنس الاخر. فالفيسبوك حلها. يعني لو تفتكر من سنتين كان في مواقع زي قيران وزوجاتي دوت كوم ووايف فور مي دوت كوم، كان كل ده بفلوس. نعم. دلوقتي انت بتتعرف على البنت بمنتهى السهوله، بتتشات معاها بمنتهى السهوله. فده حل لك مشكله يعني كانت على مر مئات السنين، مشكله التعرف الى الجنس الاخر. نعم. فطبعا هو عمل، يعني هو ده اللي خلى الناس تعمل شات، وخلى الناس تقبل عليه كتير، وخلى الناس من الفراغ اللي عنده. يعني انت امشي في الشوارع، شوف الشباب واقفين على النواصي. انت بقدر بتصعب على نفسي، والناس دي لو بتشتغل ايه اللي هيحصل في البلد؟ او عندها هدف. لو منتجه ايه اللي هيحصل في البلد؟ نعم، او عندها هدف. يعني هو برضو الفكره ان يعني الواحد شاف شباب كتير في اوروبا يا دكتور في هدف فعلا. يعني احنا مش عايزين يعني نحاول نحارب الشباب هنا، ولكن في مشكله عندنا في المجتمع العربي والاسلامي ان فعلا الشباب ما عندهمش هدف. ولكن حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا في الكتاب، وسؤال: الفيسبوك صديق ام عدو؟ كيف يكون الفيسبوك صديق ام عدو يا دكتور؟ الفيسبوك يعني اولا خليني اقول لك حاجه، عشان نحل مشاكل الشباب لا الدوله تقدر تحلها ولا المؤسسه. الحل مشكله الشاب من البيت. نعم. من الاب والام، اللي هم لازم. الاب هرب من ابنه من اول ما قال له يا بابا انا جيت الدنيا ازاي، بطل بقى يتكلم معاه وخاف منه وكسف منه. يعني لا، انت لازم تكلمه في الدين، تكلمه في الجنس، تكلمه ان في حاجه اسمها مخدرات، وتكلمه في كل الحاجات وعشان تعرف تكلمه لازم تكون قادر على الكلام. نعم. هنا بقى المشكله، يعني اذا ما كنتش قادر مش هتعرف تنصح. فنرجع لسؤالك، الفيسبوك عدو ام صديق؟ بالطريقه اللي احنا بنتعامل بيها دي ما اعتقدش ان هو صديق ابدا. نعم. بالمشاكل اللي بتحصل من وراه، بالابتزاز، بالتزوير، بالسرقه، بانتحال الشخصيه، بالحاجات اللي بتحصل المشبوهه، ده مش صديق ابدا. نعم. يعني يبقى صديق لو احنا نحسن استغلاله، ما نضيعش وقت كتير جدا. طب الغرب بيعمل ايه؟ الغرب بيعمل بيه بيزنس، بيخش يعمل فعلا. الماركت بليس، بيتعرف على الموظف، بدل ما يبصوا في السي في بتاعه بيبصوا على الاكونت بتاع الفيسبوك. نعم. يعني بيستغلوا استغلال صح. مفيش شركه عالميه بتسمح باكثر من 20 دقيقه في الموظفين على الفيسبوك، لان انا مش دافع لك مرتب عشان تقعد لي على الفيسبوك 3 4 8 ساعات. نعم. وده بيحصل في الشركات المصريه للاسف والعربيه. تعمل شات يقول لك انا قاعد بشتغل. طب انت بتشتغل ازاي؟ انت قاعد عمال تكلمني. نعم. يعني دينيا برضو انا ما باخدش فلوس علشان من صاحب العمل علشان اقعد اشتغل على الفيسبوك. صراحه يعني هو حد في الدنيا يعمل كده؟ يعني انا قاعد يعني شغال يعني وبشتغل بعمل شاتنج. لو احنا اشتغلنا بيه صح، لو احنا استفدنا بيه كما ينبغي. نعم. لو احنا يعني بطلنا دعاوى التحريض. تلاقي في ناس بتعمل مشاكل بين مصر وبعض الدول، تلاقي في جروب طالع يقول لك هنشتم مش عارف مين، وتلاقي المصريين راضيين عليهم. طب ايه؟ او فتنه بين الاديان. نعم. ما ينفعش انك تستجيب لدعاوي بهذه الطريقه على الفيسبوك. نعم. ثالث حاجه ودي الاهم، لما حد يبعت لك حاجه يعني ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
ما ينفعش النهارده واحد يقول لك اصل ماكدونالدز فيه مش عارف ايه، وتلاقي الاشاعه انتشرت ثاني يوم. ما هو بغض النظر مين ماكدونالدز، بس الموظفين اللي هناك دول مصريين، والاكل مصري، والبيزنس الاقتصاد بتاعنا بيبوظ من اللي بيحصل ده. هو فقبل يعني ان تنشر الشائعه، ودي حاجه مأساة هو في الفيسبوك، ان كل واحد اسهل حاجه عليه انه يعمل فورورد، جاله مسج، طب ما تتبين يا اخي. نعم. فاحنا بالطريقه دي للاسف انا ما اقدرش اقول ابدا ان هو صديق. هو ممكن بسهوله يبقى صديق بمنتهى، بالعكس يبقى احسن صديق ليك. نعم، ولكن البدايه من المنزل، من البيت، دي البدايه. البدايه من الاب والام. نعم. والبدايه من الشباب اللي لازم، يعني الشاب اولا لم يخلق عشان يوجه نفسه. ابوه يعني، ما هو شاب يعني لحد 23 سنه لازم حد يوجهه، اللي يوجهه ده لازم يكون قادر على توجيهه. نعم. طبعا عشان ابقى قادر لازم اكون مسلح علميا. انا مش باكله واشربه واديله دروس خصوصيه واطلعه مارينا في الصيف، هي دي التربيه؟ لا. طب دكتور، يعني في نهاية كيف يكون الشاب مدمنا ويتخلص من الفيسبوك؟ ازاي فعلا انا ادمنت الفيسبوك وخلاص؟ يعني هو فعلا ان انا بلاقي كتير عند الشباب او البنات لما دخلت في جروبات كتير لقيت هو ادمان، يعني قاعدين فعلا بال20 ساعة كمان، مش بالخمس ست، والله بال20 ساعة. ازاي اتخلص فعلا من الموضوع؟ معاه في الموبايل، واخده في الموبايل معاه كمان. وفي الموبايل فعلا في طبعا دلوقتي وفي MSN على الموبايلات كمان دلوقتي. نعم. الحل اولا يعني انت بص لنفسك يا شاب، يعني خساره على شبابك وعلى عمرك اللي انت بتعمله. بص لنفسك الاول، ما تفتكرش ان دي شطاره، وبلاش الهروب. دور انت ليه هربان، يعني ليه داخل؟ ما هو ده انت هربان من الواقع الى داخل الواقع الافتراضي اللي انت عاجب نفسك بقى، وحاطط صوره بالطريقه اللي انت شايفها، وبتصور مع اصحابك قال يعني، ومتصور مع كام بنت، ومركب صور. فانت لا، يعني لازم انت بينك وبين نفسك تشوف انت ده مش صح. المواجهه مع النفس دي حاجه مطلوبه. يعني هقول لك دايما الالتزام بالدين بيحل كل مشاكل الدنيا. نعم. يعني دايما يعني والواحد ساعات بينبسط لما يخش الجوامع يلاقي الاكثريه شباب. ما كانش بيحصل زمان، كنت دايما تلاقي العواجيز، دلوقتي لا، في شباب. يعني خليك برضو باعتدال في كل حاجه. زي ما كل حاجه في الدنيا اعتدال، الفيسبوك لازم يكون اعتدال. ما خليك في الواقع الطبيعي، اثبت نفسك في الواقع الطبيعي، ما تثبتش نفسك في الواقع الافتراضي. نعم. ما تقعدش كتير، ان ده مضر ليك، لجهازك العصبي اول حاجه. تركيزك بيروح في حاجات مش صح، بتتعب، بتبقى دايما. اتخيل اقول لك دايما لما الشاب ينام الساعه 7 الصبح، ده وضع يرضي مش طبيعي طبعا. نعم. لا يرضي بلد، ولا يرضي دين، ولا يرضي اهل، ولا يرضي اقتصاد. ما ينفعش. نعم. ده احنا عملنا كله ان الشباب دي تعمل لنا حاجه. نعم. مش انها تبقى مغيبه، سواء مخدرات او مواقع مشبوهه، او يعني فرجه على الدش في حاجات مش المفروض يشوفوها. هرجع اقول لك اللي هيمنع الكلام ده كله الاهل. خلاص، يبقى احنا يعني برضو خدنا النهايه من حضرتك كده. احنا شاكرين جدا على مداخله حضرتك الجميله والمفيده لينا، وخدنا النهايه من كلام دكتور جمال، التربيه في البيت ثم الدين. وبرضو انا هقول لك حاجه، انا مش بروج للكتاب، بس انا نفسي الاهالي يقروا حاجه زي الكتاب. مش لازم حتى يقرا الكتاب. نعم. لازم الاهالي يفكر ان عنده مشكله، ان هو تكنولوجيا فظيعه بينه وبين اولاده، رغم ان ظاهريا ما فيش حاجه، ولكن للاسف لا، هي في حاجه، في اجابه كبيره جدا لازم تقل لما الاب والام يبقوا واعيين تكنولوجيا. وما تتخيلش يا اب ان انت عشان عارف تشغل الكمبيوتر ان انت فاهم ابنك، لا. نعم. وبعدين انا لما يجي الاب يقول لابنه يا حبيبي وريني اصحابك، عايز اتعرف عليهم، من حق الاب انه يخش يقول له وريني اصحابك على الفيسبوك. نعم. ومن حقه يعرف الباسورد، ومن حقه زي ما في امريكا عاملين بيحطوا سوفت وير يخلي الاب الصبح يشوف ابنه عمل ايه بالليل. وده مهم. لو الابن حس ان في رقابه مش هيعك العك ده كله. طبعا مشكله يعني ان هنا الشباب هم اللي عندهم ثقافه في الكمبيوتر وغيره في الانترنت اكتر من الاباء كتير. ودي برضه انا هاخدها رساله من حضرتك النهارده، ان رساله للاباء ان هم لازم فعلا يحاولوا يثقفوا نفسهم في الانترنت والكمبيوتر عشان يكون في رقابه على المنزل. شكرا جدا يا دكتور. ويا ريت نقلد الغرب زي ما بيعملوا، ما الاباء في الغرب بيعمل كده. يلا ما علينا، خدت منك وقت معلش. لا يا دكتور، ده يعني احنا شاكرين جدا لمداخله حضرتك الجميله ديت والمفيده. ويعني انا برضو يعني انا بنصح الشباب ان هم يقروا الكتاب، وان هم يكون عندهم فعلا توعيه اكتر. وشكرا جدا لمداخله حضرتك، وان شاء الله تكون معانا ضيف دائم في كلام شباب.